النهاردة حبيت أقدم لكم كيكة أنا عن نفسي بحبها جدا. تنفع قوي في أيام الشتاء. اللي هي تبقى ريحتها قرفة كده وجميلة. من أحسن الكيكات اللي أنا بحب أعملها. تعالوا نشوف المقادير ايه معايا. معايا حبتين بيض بدرجة حرارة المطبخ. هنحط عليهم رشة فانيليا. مضرب كهربائي أو مضرب يدوي عادي، الاتنين برضو هيطلعولك نفس النتيجة. أنا حبيت أضربها بالمضرب الكهربائي. ونزلت بنص كمية السكر. انا حطيت نص كوباية، ما حبيتش اكتر فيها السكر قوي، حطيت نص كوباية سكر لحد ما توصل للقوام ده. انا كده ما حطيتش حاجة غير البيض والفانيليا والسكر بس. اول ما توصل للون ده ابتدي اضيف عليها ربع كوباية زيت بس. وبرضو هنستمر في الخفق البيض واللبن والبيض وسوري والزيت والسكر، وبعد كده هضيف اللبن. طبعا انا كنت بعمل الكيك ده ولازم الاتنين واقفين جنبي عشان عايزين الكيك يخلص، فهتشوفوا ايدين يعني ولاد كتير معايا في الفيديو. بس انا كده حطيت البيض واللبن والزيت والسكر، وحطيت رشة فانيليا. هنا كان معايا كوبايتين زيت، كوبايتين سوري دقيق، وعليهم معلقة بيكنج باودر وذرة ملح. انا هكتب لكم المقادير كاملة في صندوق الوصف، لو حد عايز يشوفها يبقى يشوفها. هبتدي انا طبعا اهم حاجة يكون الدقيق منخول، دي خطوة أساسية معانا في كل حاجة. هبتدي أحط جزء من الدقيق وهقلب. أنا كده خلاص مش هضرب بالمضرب الكهربائي نهائي، هضرب بالمضرب اليدوي. هبتدي أضرب المكونات كويس لحد ما الخليط كله أحس إن هو مفيهوش أي تكتلات من الدقيق. بس هضربهم كويس جدا، وبعد كده هجيب قالب. أنا كنت حابة إن أنا أعملها في قالب اللي هو الإنجليش كيك الطويل. هجيب حتة زبدة وهبتدي ان انا احط في كل جهة من الاتجاهات في القالب. وهبتدي ان انا انزل بنص الخليط الاول. هبتدي ان انا انزل بنص الخليط الاول، مش هنزل بالخليط كله عشان هحط حشوة في النص. الحشوة عبارة عن معلقة كبيرة كاكاو خام مفيهوش سكر، بس اهم حاجة تكوني نخلاه كويس علشان ما يبقاش مكلكع معاكي في الكيكة. اهو كده انا هحط معلقة كاكاو. وبعد كده هو ده نوع الكاكاو اللي انا حطيته. وبعد كده هحط رشة قرفة حلوة كده. انا عن نفسي بحب القرفة جدا في الكيك، بتبقى طعمها حلو قوي. ممكن نكتفي بكده ونكمل خليط الكيك عادي، بس انا كان عندي عين جمل فحبيت احط من جوه عين جمل عليها. اذا ما كانش متوفر عندك عين جمل فانت ممكن تعمليها بالكاكاو وبالقرفة بس كده، اكتفي تماما بيهم يبقى طعمها حلو جدا. بس انا كان عندي حبة فقصرت كده العين جمل على كل واحدة على 4 وحطيتها في النص. وبعد كده بعد ما اخلص الكمية اللي عندي، ولو ما عندكيش زي ما قلتلك حطي بس القرفة والكاكاو، هنزل ببقية الخليط التاني كله على الكيكة. بس هكون طبعا مشغلة الفرن، عاملاه على 180. هشغله قبلها بحوالي 10 دقايق عشان يكون الفرن سخن. بس هبتدي بقى ان انا اوزع الكيك كويس في القالب، وهكون مشغله الفرن وعلى درجة حرارة 180 على الرف اللي في الوسط. خدت معايا بالظبط 45 دقيقة. هتحس ان الكيكة دي من تحت شوية غامقة، مش فاتحة في السوا، لان الكاكاو بيسيح فيها. هي مش هي لونها بيبقى كده من جوه، بس تبصي بقى هوريكي لونها من جوه عامل ازاي، من بره ومن جوه عامله ازاي. يعني انت لو شفتيها تحسي ان هي محموشه سنه، بس اللي بيعمل كده فيها الكاكاو والقرفه. هي بتبقى من جوه بيضة جدا، بس من بره هتحسي ان هي زي، بصي انا حتى هوريكي دلوقتي، بصي الحتة دي تحسي ان هي محموشة. لا هي مش محموشة خالص، ده
نسيجة الكاكاو والقرفة. هوريكي شكلها من جوه عامل ازاي بعد ما قطعتها. بجد كانت حلوة جدا. بتمنى ان انتوا تجربوها، وان شاء الله هنعمل وصفات تانية كتير مع بعض قريب.